يا صباح الفل، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله ينشطكم كده ويحمسكم معايا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه في الفيديو، مستنية اللايك والاشتراك، الدعم بتاعكم الحلو ليا، وكمان كومنتاتكم اللي بتساعدني. بصوا، ده روتين خفيف كده بسيط، مش هنقول يعني روتين يوم عادي، يعني مش هقول روتين عميق ولا روتين اسبوعي، يعني ده روتين يوم عادي ممكن اعمله في اليوم عادي يعني. لان التنظيفات العميقة بصراحة وتنظيفات الشتاء انا عملتها قبل ما اعمل القناة، علشان كده شقتي نظيفة، يعني مش محتاجة ان انا اعمل فيها تنظيفات عميقة. بس ان شاء الله نعمل التنظيفات العميقة اللي هي العميقة قوي دي قبل رمضان ان شاء الله. بصوا، انا فتحت الشباك لقيت كارثه، لقيت التكييف يعني الظاهر حد دلق عليه ميه، مش عارفه ولا ايه. لقيت فيه صدى، فمش مشكله الحمد لله. بدات كده انضفه وامسحه علشان احط اكل كده للعصافير، لان عايزه اقول لكم لما بتاخر عليهم بيقعدوا يصوصوا لي كده عند الشباك، يعني اللي هو فين. فربنا يجعله في ميزانات حسناتنا ان شاء الله يا رب. فبدات كده امسحه بس كده اللي هو ايه، مسح على الماشي كده، وقلت ان شاء الله بقى نغسله يعني غسله عميقه. او كده كده يعني الشتا جايه وبيبقى فيها بقى مطر وكده، بتنضفه من غير اي حاجه، من غير ما نتعب نفسنا. فحطيت المفرش السفرة ده، قلت عشان لو في ميه اتدلقت تاني ولا حاجه ما تبوظوش كله بقى، يعني ما تاكلش الصاج كله بتاعه. وبدات حطيت الاكل للعصافير. بدات هنا انضف الشباك، اللي هو امسحه بس كده من التراب بالمكنسه، يعني بالفرشه بتاعه المكنسه دي. عايزه اقول لكم ان اكتشفتها قريب، يعني انا ما كنتش عارفه اساسا الفرش دي بتاعه ايه. يعني عندي الادوات دي كلها بتاعه المكنسه كنت شايلاها في الكيس بتاع المكنسه نفسه. ولسه مكتشفاها قريب ان الفرشه دي بتعمل ايه. بس عايزه اقول لكم رهيبه، ان هي بتنظف التراب وبتشيل اي تراب في الزوايا. بصراحه رهيبه، وبتنضف لي الشباك بقى، مش بحتاج ان انا اعمله بالمقشه وادخل التراب في الشقه. يعني هي بتشفطه على طول. بصوا، انا هنا يعني ايه، كنت بصراحه ناويه اطلع الفرش الشتوي احطه. بما اني هغير الملايه وكده، فقلت بقى اطلع الدفايات والبطاطين وكده وافرش الاوضه دي، اوضه بنتي. يعني هي اوضه كده حلوه، يعني على قد الحمد لله. بس حلوه ان شاء الله، يعني ان شاء الله ناويه اجدد لهم الاوض بصراحه، لان الشقه بتاعه الاسكان محتاجه العفش كله على المقاس، يعني مش محتاجه. يعني انا عفشي عندي الاوض عندي كبيره، فتحسوا ان هي في الشقه مضيقه الشقه. فالشقه بتاعه الاسكان تحس ان هي عايزه العفش تفصيل. فطبعا انا كنت متجوزه في شقه قبل ما اخد شقه الاسكان، فان شاء الله نجددها ان شاء الله. انا كنت ناويه هنا ان انا اطلع الفرش الشتوي، يعني اطلع الدفايات واطلع البطاطين، بس بصراحه لا. يعني حسيت ان الجو لسه برضو مش مسقع قوي ان احنا نحط الفرش الشتوي، لاني هيحرر والبطاطين هتترمي على الارض وتتبهدل وكده. لا، فقلت لا اصبر شويه، يعني نفرشها برضو فرش اللي هو الصيفي لسه. ولما الجو يسقع قوي يحتاج ان احنا نحط الفرش الشتوي، هبقى برضو ان شاء الله انضفها برضو تنظيفه حلوه كده، وابقى احط لها الفرش الشتوي. فبس فرشتها بس كده الملايه، وحطيت عليها الكبرت. عايزه اقول لكم ان المراتب اللي هي القطن بصراحه على قد ما هي حلوه ومريحه، بس يعني مع الوقت بحساب توسع، يعني بتكبر. وبرضو مش بتخلي شكل الملاية شكلها حلو، يعني انا بقعد اظبط في الملاية كتير قوي، لان هي المرتبة وسعت قوي. فمش عارفة بصراحة اذا كانت المراتب السوست حلوة ولا لا، او مريحة ولا لا. فلو انتوا جربتوها يا ريت تقولوا لي كده اذا كانت مريحة وحلوة ولا لا. خلاص، انا هنا بدات احط الكبرتة زي ما قلت لكم، اني شايفه ان الجو لسه مش مستدعي ان احنا نحط بطاطين، فلا قلت لا استنى شويه كده، علشان خاطر الجو لسه برضو مش الشتاء اللي هو يعني. وبدات احط الورده الحلوه دي. وكده خلاص كنت خلصت السرير، وبدات كده امسك الكومودينو. دي مش كومودينو، ده التسريحه بتاعه الاوضه. فقلت امسح كده الدرج بتاع التوك والبرفانات والفرش بتاع الولاد، كانوا مبهدلينه خالص. فقلت بصراحه انضفه، يعني الحاجات دي انا بخليها هم اللي يعملوها علشان يتعودوا ان حاجتهم تبقى نظيفه. بس بما اني ان انا هصور، فقلت لهم خلاص براءه، انتوا المره دي انا هعملها. بدات كده امسح واحط لهم مفرش كده حلو كده، وظبطت لهم التوك والحاجات بتاعتهم كده في الدرج. وبصيت كده على الدرج بتاع الكتب بتاعهم وكده، لقيته لا الحمد لله يعني محافظين عليه ونضيف وتمام. فقلت لا خلاص كده الدنيا تمام. بدأت كده بقى ألمع الدنيا من بره. عايزة اقول لكم ان العفش الفاتح ده بصراحة على قد ما هو حلو بيوسع الشقة وبيدي شكل جمالي،
بس مع الولاد بيبقى صعب بصراحة، يعني بصوا مشخبطين وأقلام ومش عارفة ايه ده الكلام ده، طبعا هما صغيرين يعني مش وهم كبار كده. فالشخبطة مبقعة بصراحة، فمخليه شكل الأوضة مش. فخلاص انا بصوا هنا كنت معوداهم ان يعني اي لبس خلاص مش هيلبسوه خلاص علشان اليوم ده انا هغسل فيه، فبخليهم كده اي لبس مش هيلبسوه بيحطوا لي على الترابيزه دي قبل ما يروحوا مدرستهم، وانا بشيله بقى خلاص، اعرف ان اللبس ده كده خلاص مش نظيف ومحتاج ان هو يتغسل. هنا خلاص كنت خلصت الاوضه وظبطتها زي ما قلت لكم، انا عاملاها تنظيف بسيط كده، وبدات كده اشفطها بالمكنسه، لاني انا كنت منضفه وماسحه وعامله التنظيفات العميقه اللي هي العميقه قوي تحت السراير وكده، كل ده كان قبل القناه. فبدأت كده امسح بس بالموب دي كده السيراميك كده، وبحط عليها معطر. عايزه اقول لكم جميله البتاعه دي رهيبه، يعني انا ما عنديش زعافه فاستخدمتها في التزعيف الحيطه رهيبه. فهجيب واحده تاني اخليها للحيطه، وواحده كمان اخليها للارض، لان بتلمع الارض، ولو في شعر ولا اي حاجه في الارض بتلمه. فالبتاعه دي رهيبه بجد، وما كانتش غاليه، انا كنت جايباها ب85 جنيه. فان شاء الله هجيب. انا هنا كنت خلصت الاوضه وخليتها زي الفل، وبدات اديها رشه المعطر اللي تخلي ريحه الاوضه جميله، وخليت الشباك كده مفتوح. وتعالوا بقى نشوف ريفيو عن الغساله ام حضين فريش، هل هي حلوه ولا لا، وبتنضف ولا لا، وكمان اذا كانت متعبه ولا لا. بصوا انا غسالتي كان فيها عطل بصراحه، اللي هي الاوتوماتيك، وكده كده العطله كان هيتكلف مبلغ محترم، فانا كان نفسي اجيب دي من زمان بصراحه. فقلت بدل ما انا ادفع في العطل، وانا كده كده عندي دايما الميه على طول قطعه، فقلت اجيب دي. وحبيت اعمل لكم كده ريفيو، بس بصراحه انا هي جايباها بقالي حوالي شهر ونص، فما حبيتش اعمل لكم ريفيو عنها واقول لكم رايي فيها اذا كانت حلوه ولا لا الا لما اجربها كذا مره علشان يبقى كلامي صدق يعني. بصوا هنا بنملاها هتلاقوا في علامه كده بتمليها ميه، دي 7 كيلو، دي فريش ام روحين ال7 كيلو. انا ما كنتش اعرف قبل ما اشتري ان هي انا كنت اعرف ان هي بتعصر، بس لا، في منها موديل ان هي بتعصر وتشطف، فبصراحه ما فيهاش تعب خالص، يعني انت بتشيل الغسيل من هنا وتحطيه هنا يشطف ويعصر مع نفسه، ولا تشطفي بره ولا حاجه. فبدات املاها وبدات احط، طبعا موفره لي جدا يعني بصراحه، يعني برسيل جل اوكسي كل ده سايب، يعني الكيلو بيبقى فيه رخيص، مش طبعا زي الاوتوماتيك، وكمان الاريال برضو بتاعها رخيص. فبدات املاها. هنا عندك الغسيل لحد 15 دقيقة، ده لو الغسيل اللي هو المتسخ قوي، فانا بخليه 15 دقيقة للابيض والفواتح. ده عندك قوي او عادي، لو انت حابة تعملي الغسيل على قوي، او لو حابة الغسيل يبقى عادي، يعني اللف بتاعها مبتبقاش قوية، بس طبعا انا بعملها على قوي. والتايمر التاني ده طبعا بنخليه على غسل طول ما احنا بنغسل، ولما بنحب ان احنا نصرف المية بنعمله على صرف. والتايمر الاخير ده اللي هو بتاع العصر. خلاص انا هنا بدات املاها واحط الغسيل فيها واغسلها، وعايزه اقول لكم بصراحه والله جميله ومش متعبه، يعني انا لو انتي ما كومتيش الغسيل عليكي هتلاقيها مش متعبه. انا يعني يا دوبك كده كل يومين بروح غسله. فبصراحه حلوه وموفرالي، وعندي انا في المنطقه اللي انا قاعده فيها دايما الميه قطعه، فكنت لما بشغل الموتور كانت الغسالة بتقعد اللي هي الغسالة الاوتوماتيك بتقعد دورة حوالي ساعتين الا ربع، فلازم كنت ابقى مشغله لها الموتور ده. فلو انا ما كنتش شغلت الموتور كانت بعيدة الدورة من تاني، فكانت بتسحب كهرباء رهيبة، وغير بقى ان هي من كتر ما الموتور كان بيسخن عليها، فبصراحة اللي هي الشاشة بتاعتها اتحرقت. فلما جيت سألت عن العطل لقيته هيتكلف، وغير كده ان هو هيتكلف، الراجل قال لي لو الموتور سخن عليها تاني ممكن تبوظ تاني، فقلت لا، وعلى ايه، نجيب دي احسن، انا كان نفسي فيها، وسبحان الله رب ضارة نافعة. فجبتها بصراحة، ولما استخدمتها يعني انا بقول لكم بقى لي حوالي شهر ونص بستخدمها، لا جميلة ومش متعبة بصراحة وانصح اي حد يجيبها، لان يعني كوباية اريال بس وشوية برسيل جل وشوية كلوركس الوان غسلوا لي، هوريكم كمية الغسيل اللي غسلتها في الاخر. بصوا انا هنا حطيت الملايات، يعني هي شالت لي حوالي 3 ملايات و... والاكياس والخداديات بتاعتهم. وهنا بشغل المية وبحطها وهي بتعصر لوحدها، اول ما تحسي ان المية بدأت تبقى بيضة كده ما فيهاش رغوات صابون، تبدأي تقفلي المية تعصر بقى خالص الغسيل. بس انا مش عارفه اعصر لان انا حايطه التليفون وخايفه التليفون اتحرك اي حركه يروح نازل لي في الغسالة يعني لا حرام يعني. فبعصر ايه اللي هو ايه، يعني ايه مش عارفة اعصر، بس هي كده كده هي بتعصر بتنضف لوحدها، فما تتريقوش على العصر بتاعي.
بس والله بجد يا بنات جميلة بصراحة يعني، ولا متعبة ولا حاجة. يعني الموديل اللي هو بتعصري بره هي ممكن تكون متعبة ان انت بتشطفي بره وتحطيها بعد كده تعصري. لكن بصوا زي ما قلت لكم دي بتشطف وبتعصر لوحدها، فانا مش شايفة ان هي فيها تعب. بعدين انا يعني يوم ويوم لا بروح غسلة، يعني حتى لو بغسل حطتين فبحس ان هي طول ما انا مش بغسل عليها كمية غسيل كتير، لا بحس ان هي مش تعباني ولا حاجة. بصوا الابيض ده كده كمان قبل ما ان انا اشطفها، وموفره لي كمان لان انا طبعا عداد كارت فموفره لي كهرباء. بصوا الغسيل والله بجد بتنضف الغسيل حلو قوي. والاوتوماتيك كانت عندي دايما عامله لي الغسيل ريحه وحشه. حتى لو جبت داوني الغالي، جبت معطرات غاليه، برضو كانت دايما تخلي ريحه الغسيل طبعا مش حلوه. بصوا بقى انا طبعا بشغلها وبعمل حاجه تانية، مش بفضل واقفه جنبها. يعني انتي شغليها من ربع ساعه اللي هي شغاله فيها واعملي حاجة تانية هتلاقي نفسك خلصتي على طول. فبدأت كده اخش اعمل غدا، قلت هعمل غدا كده حلو وكده وغدا مصري اصيل، فقلت هعمل كشري. اول حاجة قطعت البصل شرايح وحطيت العدس يتسلق، والبصل عشان يبقى ناشف معاكي وحلو حطي له معلقة ملح وكمان معلقة نشا وشوية دقيق وقلبيهم بيه. وقلبيهم انا بحط الزيت كتير بصراحة، يعني بحط شوية زيت صغيرين اللي هو هستخدمهم للكشري بعد كده، يعني بقية الزيت بعمل بيه الكشري. وقلبيه كويس وابدأي حمريه هيبقى زي الفل معاكي ومقرمش وزي الفل. بس خلاص انا هنا بدأت احمر البصل في الزيت، والزيت ده مش هرميه. يعني انا بعمل العدس ده انا حيطاه يتسلق ده اول حاجة، لاني انا مش بعمل الرز اللي هو بعدس، لاني ما بحبش اعمل جنب الكشري رز. بصراحة انا بنكتفي بالمكرونة لان لوحدها تقيلة. آه، طبعا كالعادة بقيت الفيديو اتمسح مني مش عارفة ازاي، فهي ده طريقة الكشري يعني طبعا كلكم عارفينها، بس ايه احنا بنفكر بعض. الدقة انا بعملها على السخن، يعني بغلي مية وبعد كده احط لها سنة صلصة صغيرة عشان يبقى لونها محمر كده، وليمون وخل وثوم وكزبرة وكمون وملح، وبعد كده اقلبهم مع بعض تبقى زي. وهنا كنت خلصت الغدا والحمد لله. عايزه اقول لكم والله مش بياخد مني حلال كتير ولا حاجه، بس يعني لو كان الفيديو بقيته موجود كنت وريتكم ان شاء الله، اعمله معاكم في مره تانية. بصوا انا هنا بحيطاه في البايركس، لاني بستخدم البايركس في الحاجات اللي هي بره الفرن، لاني بخاف بصراحه ان هو يفرقع مني. وخلاص هنا الحمد لله كنا اتغدينا، وبقيت البصل والدقه والحاجات دي بحطها في علب عشان ما يسحمنيش المطبخ. وهنا كمان كنت خلصت الغسيل، عايزه اقول لكم ريحته جميله وبصراحه منضفه الغسيل حلو قوي. واستنى رايكم واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم باي باي.